بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الآية 140 في سورة البقرة فيها مسألة التقاء الهمزتين من كلمة مفتوحتين، وقبل هذه الكلمة ساكن صحيح. فمعنى مذاهب القراء أن قالون له تحقيق الأولى وتسهيل الثانية مع الإدخال، ويوافقه البصري وكذلك هشام في وجه. ولورش وجهان، طبعا هو ينقل حركة الهمزة إلى اللام، وله في الهمزة الثانية وجهان: الإبدال بألف مع المد المشبع، وله الوجه الثاني وهو التسهيل. وابن كثير له تحقيق الأولى وتسهيل الثاني من غير إدخال. ورش كذلك في التسهيل لا يدخل. ولهشام وجهان: وجه كما ذكرت اندرج مع قالون أو يندرج مع قالون في التسهيل مع الإدخال، تحقيق الأولى تسهيل الثانية مع الإدخال. وله وجه آخر وهو تحقيق الهمزتين مع الإدخال بينهما ألف. فنطبق إن شاء الله هذه الجزئية من هذه الآية. أولا لقالون: قل أنتم أعلم أم الله. نحقق الأولى ونأتي بألف بمقدار المد الطبيعي بعدها ككلمة آمنوا، هكذا، يعني هذه الألف، ثم بعدها همزة مسهلة بينها وبين حركتها، ثم نون مخفاة عند التاء. وله في الميم ثلاثة أوجه في هذه الآية: الإسكان، ثم الصلة مع القصر، ثم الصلة مع التوسط. الوجه الأول الذي هو بالإسكان يندرج معه الإمام البصري أبو عمرو البصري وهشام. سأعيد هذا الوجه: قل أنتم أعلم أم الله. سأقرأ له وجه الصلة أيضا مع القصر: قل أنتم أعلم أم الله. وسأقرأ له الوجه الثالث بالصلة مع التوسط، وهذا الوجه الذي يقول عنه أهل العلم في حال الجمع إذا قرأ بالصلة مع التوسط هو وجه خاص بقالون، بمعنى لا يقرأ معه أحد ولا يندرج معه أحد بتاتا. قل أنتم أعلم أم الله. هذه الأوجه الثلاثة. الوجه الأول كما قلنا اندرج معه هشام في وجه والبصري. الآن نقرأ لورش. فورش كما قلت له النقل من الهمزة الأولى إلى اللام الساكنة من قل، ثم يبدل الهمزة الثانية ألفا مع المد المشبع لأن بعدها النون ساكنة، هكذا. قل أنتم أعلم أم الله. هذا الوجه الأول. له الوجه الثاني وهو التسهيل، كذلك ينقل حركة الهمزة الأولى إلى اللام ثم يسهل الثانية من غير إدخال. قل أنتم أعلم أم الله. هذا هو الوجه الثاني له. ابن كثير رحمه الله يقرأ بالتسهيل أيضا من غير إدخال، ولكن طبعا لا ينقل حركة الهمزة الأولى بل يحققها، فهكذا: قل أنتم أعلم أم الله.
ونحذر أن نزيد في حركة الهمزة المحققة. لو زدنا في حركتها لا أصبحت كالإدخال، يعني لو قلنا هكذا قل أنتم، لا، فنقول قل أنتم أعلم أم الله. هذا ابن كثير من راوييه طبعا، نعم، البزي وقنبل. أما هشام فقلنا في الوجه الأول اندرج مع قالون في تحقيق الأولى وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على وجه الإسكان. الآن نقرأ له الوجه الثاني، وهو تحقيق الهمزتين مع إدخال ألف بينهما، هكذا: قل أأنتم أعلم أم الله. قل أأنتم، نمد بمقدار ألف بعد الهمزة الأولى، ثم همزة محققة ثانية بعدها. أما الباقون فبالتحقيق من غير إدخال، معروف، كحفص مثلا: قل أأنتم أعلم أم الله. أما إذا وقفنا على هذه الكلمة اختبارا أو اضطرارا للإمام حمزة، فالإمام حمزة كما تعلمون أن له راويان خلف وخلاد، وهذا يسمى باب المفصول. فخلف له حال الوقف عليها 3 أوجه بالنسبة للمفصول. أولا له النقل، وله التحقيق، وله السكت، بمعنى أن هناك لام ساكنة وبعدها همزة محققة من كلمة أخرى. أما خلاد فله وجهان فقط، له النقل وله التحقيق. ثم كما نرى في هذه الكلمة هناك همزة أتت بعد الهمزة الأولى، وهذا ما يسميه أهل العلم الزائد بحرف، يعني دخل عليه حرف، يعني أصل الكلمة أنتم، فدخلت عليها همزة الاستفهام أأنتم. والحروف التي تدخل على الكلمة هي مجموعة في قولكم وفي الأهل كسب، كما ذكره الشيخ علي الغامدي جزاه الله خيرا. تكون الهمزة متحركة ليست ساكنة، لأن الساكن ليس فيها إلا الإبدال، مثل وأمر وامر، فأتوا فاتوا. أما المتحركة هي التي يكون عليها هذا الحكم. فحكم الزائد الداخل الذي يدخل عليها زائد من الحروف وجهان في هذه الكلمة: التحقيق والتسهيل. الحكم فيهما التحقيق، ووجه الثاني التسهيل. فيجتمع عند خلف 3 أوجه في المفصول، ووجهان في هذه الهمزة التي دخل عليها زائد، فيصبح المجموع 6 أوجه. 6 أوجه. ولكن ما ذكره أهل التحرير ونقلوه لنا أن هناك وجه يمنع. الوجه الذي يمنع ووجه النقل مع التحقيق، أي نقل الهمزة الأولى إلى اللام ثم نحقق الهمزة الثانية من أنتم. هذا الوجه يمنع، يكون لخلف 5 أوجه. أما بالنسبة لخلاد فليس عنده السكت في المفصول، عنده النقل وعنده التحقيق، فهذه الأصل 4 أوجه. إذا منعنا الوجه الذي ذكرناه قبل قليل لخلف وهو النقل مع التحقيق، فإذن يكون لخلاد 3 أوجه. وبالمناسبة لم أذكر في الوصل كيف يقرأ الإمام حمزة. خلف له وجهان: وجه التحقيق على المفصول ووجه السكت. أما خلاد ليس له إلا التحقيق، فإذا قرأنا في الوصل له وجه يكون كما قرأنا لحفص قبل قليل:
قل أأنتم أعلم أم الله. إذا قرأنا له بالوجه الثاني وهو السكت سنقرأ هكذا: قل أأنتم أعلم أم الله. الآن سأطبق الأوجه الجائزة لخلف، وسيدخل خلاد معه فيما سننقل أو سنحقق دون السكت. سأبدأ بالنقل. قل أنتم، هذا الوجه الجائز فقط، نقل مع تسهيل. أما الوجه غير الجائز وهو قل أنتم، هذا لم يجوزوه أهل العلم. الوجه الآخر أو الثاني بالتحقيق مع التحقيق: قل أأنتم، كما يقرأ الباقون من القراء ما عدا كما قلنا قالون وورش وابن كثير وهشام والبصري. الوجه الثاني مع التحقيق: قل أنتم، يحقق الهمزة الأولى ويظهر اللام الساكنة قبلها ويسهل الهمزة الثانية. وفي هذه الأوجه الثلاثة يندرج معه خلاد. الذي ينفرد فيه خلف حال الوقف السكت هكذا: قل أأنتم، السكت مع التحقيق. ثم الوجه الثاني: قل أأنتم، السكت مع التسهيل. وهذا لخلف دون خلاد. بارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون المعلومة واضحة وأن لا تكون ناقصة، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.